مساء الخير وحلقة جديدة ومن غير فزلكة. غبنا عليكم كتير، بس انتوا عارفين ان انا شخصيا ما بحبش اتكلم غير لما يكون عندي حاجة اقولها او عندي رأي عايز اقوله. عفوا. هنتكلم النهاردة عشان ما اطولش عليكم عن كأس العرب، كيروش، منتخب مصر، حديث اللي شغال، بس عايزين نتناوله بشكل مختلف عن اللي بيتقال بره. طيب هنرجع مع بعض بالذاكرة شوية. آه هو ايه الهدف من كأس العرب ده اصلا؟ كأس العرب ده الهدف منه ان قطر تجرب الملاعب وتجرب التنظيم بتاعها، عشان احنا زي دلوقتي كده السنه الجايه ان شاء الله ربنا يديكم كلكم الصحه والعمر هنبقى في كاس العالم، لان كاس العالم زي ما احنا عارفين السنه الجايه في الشتاء، مش في الصيف. يعني نبتدي ان شاء الله يوم 30 11 بالظبط، بعد اقل من سنه يعني هنكون بنلعب كاس العالم. فعشان كده اتعمل كاس العرب في الوقت ده. طب وليه كاس العرب بالذات؟ هنرجع ورا شويه كمان معلش. احنا عارفين ان كان في زمان قبل كاس العالم بتعمل حاجه اسمها كاس القارات. فاكرين كاس القارات اللي تألقنا فيه وغلبنا البرازيل في اخر ثانيه وكسبنا ايطاليا وللاسف اتغلبنا من امريكا. كاس القارات ده بيتعمل عشان بيبقى سنه برضو قبل كاس العالم، عشان برضو البلد اللي بتستضيف كاس العالم تجرب نفس القصه. طب السنه دي كاس القارات ما حصلش ليه؟ لان طبعا احنا عارفين كورونا غيرت ال الاجنده كلها. كل البطولات اللي كانت المفروض تتعمل في 2020 زي اليورو وزي كوبا امريكا وكل الكلام ده اتأجل ل 2021، فبقى صعب ان انت تعمل بطولتين كبار في سنة واحدة. برضو في الشتاء احنا دلوقتي صعب ان انت توقف كل الدوريات دي تاني والكلام ده كله. لان انت هتحتاج كل بقى المنتخبات الكبيرة اللي هي خدت اليورو مثلا زي ايطاليا، واللي خدت كوبا امريكا زي الارجنتين، كل الدوريات دي هتحتاج تقف لان ده هيبقى بطولة كبيرة كاس القارات. فكان الحل ايه عشان قطر برضو تجرب حاجتها؟ انها تعمل كاس العرب. وبالتالي كاس العرب دي بطولة من غير تصنيف، مش هتأثر على الرانكينج بتاعك في اي حاجة، مش هتأثر على حاجة خالص. فكان الحل ايه؟ ان انا عشان اشجع الدول العربية تشترك ان انا اعمل اغراء مادية. يعني اللي هياخد البطولة هياخد 5 مليون دولار، طبعا ده رقم كويس. زي ما كده بطولة الأندية العربية او كاس دوري ابطال العرب او بطولة الأندية العربية دلوقتي، اللي بيكسبها بياخد فلوس اكتر من اللي واخد دوري ابطال افريقيا. بس البطولة العربية دايما او بطولة الأندية العربية ما فيهاش تأثرش على، برضه ما بتأثرش على رانكينج، ما بتتحسبلكش يعني في ترتيب الأندية في العالم. فده باختصار الهدف من كأس العرب. طيب حتى الآن مين اللي استفاد من كأس العرب؟ أكيد قطر، وجربت الملاعب وشفنا الملاعب بصراحة حاجة زي الفل، وملاعب عالمية وتصوير عالمي وكله فعلا أجواء كأس العالم. مين تاني واحد استفاد منها؟ كيروش. ليه كيروش أكتر واحد استفاد من كأس العرب؟ مش بقول في مصر بس، لا، في كل المشتركين اكتر واحد استفاد كيروش. كيروش اولا لسه جاي مصر، او لسه جاي ماسك المنتخب جديد. عشان يجرب كل اللعيبه دي او عشان يشوف كل اللعيبه دي محتاج حاجتين. اول حاجه محتاج فيفا ديتس، ودي مش موجوده. فيفا ديتس مش هتبقى موجوده. محتاج تاني حاجه ايه؟ ان هو يجيب فرق يلعبها عشان يجرب. فرق اللعيبه دي هتحتاج فلوس وهتحتاج ايه، والاساس فيفا ديتس اللي هي مش موجوده. فطبعا ده كان حاجه يعني جايه متفصله على كيروش، وعشان كده كيروش استفاد وشاف لعيبه كتير وجرب وبقى عنده قناعات، او عنده جرب لعيبه وجرب مراكز، جرب حاجات كتير بصراحه الراجل. طب برضو لما نيجي نتكلم على كيروش، كيروش اولا انت يعني زي ما بنقول كده، مع احترامي اللي بيشكك واللي بيشكك، بس هو سي في يتحدث عن نفسه. يعني سي في بيتكلم عن نفسه. يعني هو سي في، انت لو انت ليك في الكره العالميه وما تعرفش كارلوس كيروش تبقى دي مشكلتك. فكيروش من احسن الاختيارات اللي اختارها اتحاد الكوره، حتى لو اختارها بالصدفه، حتى لو اختارها عن طريق من كده، بس خلينا نعترف انه من احسن الاختيارات اللي جت في العشر سنين اللي فاتوا. وكان كوبر برضو نفس الكلام يمكن، بس كوبر كانت مدرسته ضد لعبنا او ضد الكره اللي احنا بنحبها. ف كيروش برضو قصه مش قصه شاف لعيبه. يعني هو دلوقتي خلينا نعد مع بعض كده: احمد ياسين، ومهند لاشين، وحسين فيصل، وكل الناس اللي لعبت دي، هو الدوري ما فاتش منه غير 6 اسابيع، هو لحق يشوف فين. في ناس يقول لك انا اشوفه ماتش ماتشين ثلاثه، بس واضح ان كيروش ده راجل خبره، السي في بتاعه زي ما قلنا بيتكلم. فانت بتبص على اللعيب تعرف اذا كان هيجيب معاك بالبلدي ولا لا، اذا كان هتطلع قماش ها ولا لا. فهو ليه نظره، هو تحس ان في عين ثاقبه
بصت بصت على ايه؟ بصت ان اللعيب ده ينفع يدي معاه في منتخب مصر ولا لا. ومن هنا كان اختيار احمد ياسين. احنا كلنا لما قرينا الاسامي ما كناش نعرف احمد ياسين ده فين. انت لو ما اتفرجتش على ماتشات للبنك الاهلي لا مش هتعرف احمد ياسين ده مين، او شكله مش علق في دماغك. مهند لاشين ماشي عارفينه ولا طالع الجيش ومن زمان والكلام ده كله. حسين فيصل برضو يمكن الزملكاويه اكتر يعرفوه لانه ما لعبش برضو فريق اول غير حاجات قليله قوي. واللي يتفرج على سموحه السنه دي ماشي شافه. فالراجل ده معناه اللي ليه نظره في اللعيبه اللي موجوده. برضو الناس اللي بتتكلم على كيروش ورأيه ومش رأيه، برضو في نقطة بننساها. زي ما قلنا السي في بيتكلم عن نفسه. انت دلوقتي حضرتك لما بيجي لك مثلا انت في شركة وبيجي لك مدير جديد كان بيشتغل في شركة تانية منافسة مثلا، انت بتحاول تشوف علاقاتك في الشركة المنافسة دي، بتسأل المدير الجديد ده نظامه ايه. فانت لو حضرتك عارف نظام كيروش ايه او تاريخ كيروش ايه، هتعرف ان هو راجل بينفذ اللي في دماغه، رأيه من دماغه. دخل في صدمات كتير، بس دخل في صدمات مش اللي هي بلطجة وفتحة صدر يعني، لا دخل في صدمات لان هو بيبقى عنده سيستم عايز يطبقه وما بيحبش حد يغير له السيستم ده. دخل في صدمات في كولومبيا، دخل في صدمات في البرتغال مع كريستيانو رونالدو نفسه، مع روي كين تقريبا في مانشستر يونايتد يعني الراجل. فانت عارف لو انت مذاكره هتعرف انه عادي ان هو رأيه من دماغه، يعني هو مش بتاع قلبة وش زي ما بنقول، او هو في دماغه حاجه معينه هيطبقها. بغض هو مش سامعك ومش شايفك ما بيقراش اللي انت بتقوله عليه، او حتى لو قرا اللي بتقوله عليه ما بيأثرش فيه. ما بياخدش بقى يطلبه المستمعون، مش انتوا عايزين طارق حامد هجيبه لكم، لا. ومش انتوا عايزين طارق حامد فانا عندن فيكم، لا. هو بينفذ قناعات عنده، هي قناعات موجوده في دماغه هو، لا عندي فيك ولا هيستجيب لطلبك. هو يستجيب للي هو شايفه بس. تاني حاجه، خلينا برضو يا جماعه واقعيين. انتوا كلكم او كل الناس دلوقتي بتحلل احسن من ناس كتير موجوده في التلفزيون. فدلوقتي هو احنا حضرتك مش عارف تشكيل منتخب مصر اللي هيلعب في كاس الامم بعد 3 اسابيع او بعد شهر؟ ده حضرتك عارفه. ما تيجي نقوله مع بعض. الشناوي، حجازي، الونش، على اليمين هيبقى اكرم، على الشمال ابو الفتوح. لو الراجل احنا مفترضين الراجل بيلعب 4-3-3، هيبقى عندنا السولية، النني، حمدي فتحي، تريزيجيه او مرموش، ايا كان مين فيهم اللي جاهز. يعني لو تريزيجيه جاهز خلاص، لو لسه تريزيجيه ما خدش فتنس الماتشات هيبقى مرموش، وصلاح ومصطفى محمد. هل حضرتك عندك خلاف ان دي تشكيله مصر اللي هتلعب؟ طالما كل الناس اللي بيقول عليها دي ربنا يديها الصحه سليمه ومفيش مشكله ومفيش اي حاجه، هل عندك شك ان دول ال 11 اللي هيبقوا موجودين في كاس الامم؟ مفيش حد عنده شك، بغض النظر عن حضرتك قناعاتك ايه. يعني انت مثلا ممكن تقول لي انا مش مقتنع بفتوح شمال، مش مقتنع مثلا بالسوليه والنني وحمدي فتحي. دي كلها بتاعتك، دي قناعاتك او ده رايك، بس هم دول في الاخر اللي هيلعبوا. فليه بقى الراجل مثلا مش واخد طارق حامد؟ هو دلوقتي خطه 4-3-3 دي للناس اللي بتحب التاكتكس، عارفه ان دي بيبقى فيها واحد مركز واحد رقم 6 زي طارق حامد، والاثنين التانيين بيبقوا 8 ليه؟ لان هم لما الكره بتبقى عندنا المفروض يبقوا هم يهجموا، اللي هو بيبقى في نفس الوقت 8 و10 في وقت واحد. فالقصه دي احنا عندك طارق حامد 6، هو دلوقتي عنده 8 متفق عليهم اللي هم السوليه والنني، ففاضل له 6 واحد، فاضل له 6. عندك حمدي فتحي ممكن يبقى مهند لاشين. ففي الاخر هو هيلعب بستة وتمانيتين بلغة الكورة يعني أو بلغة التكتيك. في ناس تقول لك عشان طارق حامد على بال ما سنه يوصل كأس العالم هيبقى كبير، في ناس تقول لك اصل طارق حامد بيقلب وشه فهو مش عاجبه قلبة الوش. بغض النظر هو مسؤول عن اختياراته، ويمكن توفيقه ان هو بيكسب وناجح خلى الناس تسكت على الاختيارات شوية. تمام. فتقول لي طب ايه ده كده قفشه مش موجود ما هو عبد الله، ما يا جماعه هو الراجل ده بقى قلنا بنلعب ب 4-3-3. 4-3-3 دي محتاج ان هو الجناحات تبقى بتخش لجوه شويه زي ما صلاح بيلعب في ليفربول كده. فبالتالي وشريف كنظام لعب، شريف ما بيحبش الهات وخد كتير، شريف بيحب ياخد الكرة يستلم ويدخل على جوه. فنظريا هو دي التشكيله، هو دي طريقه اللعب. فبالتالي كل اللي احنا بنعمله في كاس العرب ده عشان يبقى عندنا صف تاني، عشان يبقى عندنا منتخب تاني، عشان يوم ما حجازي لا قدر الله يتصاب او ياخد انذار ما نبقاش قلقانين مين اللي هيلعب مكان حجازي او مين اللي هيلعب مكان الونش. يبقى عندنا صف تاني. طبعا يمكن اكيد كلنا مختلفين مثلا ان احنا دلوقتي
اكرم توفيق لما بيبقى واخد انذارين او ان اكيد مش عمر كمال عبد الواحد اللي يبقى الباك اليمين التاني. ممكن يبقى عندنا باك يمين بقى فعلا زي محمد هاني او اي باك يمين تاني في بس شغلته اصلها باك يمين. انما عمر كمال عبد الواحد هو يمكن وينج يمين شويه، فبالتالي الواجبات الدفاعيه عليه بتبقى اصعب، بالذات لو انت هتلعب في ماتش كبير يعني. ماشي، عمر كمال عبد الواحد يلعبها لك في السودان، يلعبها لك في الاردن شغال. انما لما تيجي تلعب بقى مثلا لو انت بتلعب في كاس الامم بقى في ماتش كبير مثلا هتبقى صعبه. لازم يتدرب عليها كتير وهتاخد وقت. انما اكرم توفيق انت عارف اكرم توفيق يعني خلاص. ايا كان بقى محمد هاني، لان هي برضو انا مش شايف ان في حد في الزمالك ينفع يعني. حازم امام برضو هجومي اكتر شويه واصاباته كتيره. وكده كده دلوقتي اغلب الوقت بيتلعب بالمستوسي، فيمكن هو بقى يوصل باك يمين تاني، بس يكون فعلا باك يمين حقيقي بديل لاكرم توفيق. وزي ما شفنا كده ان هو الراجل بيحب قصه الجوكرز. هي ليه الناس زمان كانت بتحب احمد فتحي قوي؟ لان احمد فتحي جوكر. انت احمد فتحي في بطوله واحده في كاس لعب لك يمين وباك شمال ومدافع، وناقص يلعب لك بس مهاجم وحارس مرمى. فانت كل ما فرقتك كان فيها جوكرز كتير بتلعب في كذا حته كتير، كل ما ده بيسهل عليك وبيحللك زنقه. مش بس زنقه ان اللعيب اتوقف في الماتش، لا، ممكن لعيب اتطرد في الماتش نفسه، ممكن لعيب اتصاب وانت ما عندكش احتياطي، فهتغير اللعيب ده، هتغير مركزه جوه الماتش نفسه وهو بيلعب. فدي مهمه. فعشان كده يا جماعه انا شايف ان كيروش ده ليه مستقبل في مصر، وليه في فكر بيتقدم. ما تبصش على، ما تجيش تقول اصل السودان تعبانه. ماشي، السودان تعبانه بس انت لعبت ماتش كويس قدام الجزائر. وعايز اقول لكم حاجه، ان ماتش الجزائر ده يمكن اصعب ماتش جنة من ايام كاس العالم في روسيا 2018. انت في كاس 2019 جيت على ارضك دي خرجت بدري بدري، ما لحقتش تلاعب حد تقيل. برضه تصفيات كاس وكاس العالم كانت كلها جزر والقمر على انجولا، على الجابون. انت حتى كنت بتكسب وبتكسب وانت مقريف يعني، ما عملتش حاجه حلوه. انما دلوقتي في روح، في حماس، تحس ان في منتخب، تحس ان في منتخب، وتحس ان انت قاعد مطمن شويه، مطمن ان في حاجه تحصل، ان في حد شغال بره مش بيتفرج زيه زينا. مش هقول مين اللي كان بيتفرج زيه زينا، كلنا عارفين كان بدري عليك بدري، بس ايه، في حد بيحرك الدنيا بره، في حد دماغه بتشتغل ماسك الشطرنج وبيحط ده من هنا لهنا لهنا. هي يا جماعه مش برضو مش اختراع ومش فزلكه. احنا من غير فزلكه، بس هي مش فزلكه، هي تجارب، هو بيجرب. انت البطوله العربيه دي محدش هيلومك لو خسرتها، الرانكينج بتاعك مش هيتاثر، محدش هيقول لك حاجه. فاهمني؟ فانت لو ما جاتش تجرب دلوقتي هتجرب تاني امتى؟ لو انا ما جربتش وانا جاي لي بطوله وديه، جاي لي بعد ما مسكت بشهر ولا شهرين عشان اطلع من البطوله الوديه دي واقف على ارض صلبه، ومعايا فعلا ال 23 او ال 30 لعيب اللي هيدور فيهم فلك المنتخب خلال السنتين اللي جايين. مش بقول لك خلال بقى كاس بس، لا، انا بتكلم خلال سنتين. انا بعد كاس مع ربنا ان شاء الله يكرمني واعدي مارس واوصل كاس عالم. فانا ما بتكلم، بص، ما ببصش دايما تحت رجليك، بص قدام. الراجل ده بيعمل لك منتخب، لان في لعيبه كتير من اللي احنا قلناهم واتفقنا عليهم في ال11 دول هيبقوا موجودين ان شاء الله في كاس عالم. بس بعد كاس عالم مش موجودين، لان برضو السن ليه احكام يا جماعه. كل اللي انا عايز اقوله ان انت ركز مع كيروش، حاول تقرا دماغه، لان هو احنا السنه دي يمكن اكتر سنه هنشوف فيها المنتخب بسبب الظروف اللي هي اتحطينا فيها، كاس العرب وبعدين كاس وبعد كاس ماتشين تصفيات كاس العالم، وبعدين بعد تصفيات كاس العالم هنخش في كاس العالم نفسه، فهيبقى عندك ماتشات وديه وعندك حاجات كتيره. ان شاء الله ربنا يكرمنا بس ونوصل كاس عالم، والواحد يشوف مصر في كاسين عالم ورا بعض، ده بحد ذاته انجاز يعني. فنصبر على كيروش، ونصبر ونتفرج ونراقب ونتقابل مع بعض ونحلل ونناقش من غير فزلكه. مساءكم زي الفل. شكرا، السلام عليكم.